بينما كان رجل يجلس في موقف الحافلة ينتظر، إذ فجأة ظهر شاب يركض بسرعة واقترب من الرجل، ثم نقره على أنفه بإصبعه وقال بابتسامة غريبة: يا أحمق. ثم هرب تاركا الرجل في حالة من الحيرة. قرر الرجل أن لا يعطي الأمر أهمية كبيرة وأن يقضي يومه كالمعتاد متوجها إلى عمله. وفي اليوم التالي كان يجلس في نفس المكان منتظرا حافلته المعتادة، وفجأة لو شايف اسم الله غالي عليك اعمل لايك واشتراك. ظهر نفس الشاب يركض بنفس السرعة واقترب من الرجل، ثم نقره على أنفه وقال بنفس اللهجة المرحة: يا أحمق. ثم هرب مسرعا. عاد الرجل لمنزله حائرا، فقرر أن يروي لزوجته ما حدث. حاولت زوجته طمأنته قائلة: لا تقلق يا عزيزي، هناك الكثير من الحمقى، لا تهتم. في اليوم التالي تكرر المشهد للمرة الثالثة. يجلس في موقف الحافلة، يظهر الشاب ينقره على أنفه، لكن هذه المرة أضاف كلمة جديدة: